بومبة أفلام، ملخصات أفلامنا مش أي كلام. فيلمنا بيبدأ مع سونيك وهو بيجري حوالين الجزيرة بسرعة كبيرة جدا. كان سونيك بيعيش في عالم تاني غير العالم بتاعنا، وهو عنده سرعة خارقة مولود بيها، وده اللي مخلي الأشرار طمعانين في قوته. راح سونيك للبيت وسلم على المربية بتاعته اللي بيبقى اسمها لونج، وقالت له إن هو ما يجريش حوالين الجزيرة علشان الكلام ده كله هيخلي الأشرار يجولوا لحد عنده. لكن سونيك بيقول لها إن محدش شافه وهو بيجري، وقبل ما يكمل كلامه ظهر مجموعة من الأشرار قدام بيته وبدأوا يطلقوا عليه السهام. أخدته لونج وهربت، ولما اتحصروا من الأشرار ادت لونج لسونيك الخواتم السحرية، وكانت الخواتم دي بتخلي سونيك يسافر في أي مكان هو عايزه في لمح البصر. راحت لونج فتحت له البوابة بنفسها علشان تخلي سونيك يهرب. سونيك زعل جدا على اللي حصل، وعدت 3 سنين وعاش سونيك في مدينة جديدة اسمها جرين هيلز. ومن أكتر الحاجات اللي سونيك كان بيحبها هو إنه يعمل بعض المقالب في الضابط توم. كان سونيك بيحب سكان مدينة جرين هيلز جدا، وكان دايما بيراقبهم في صمت خوفا من إن الأشرار اللي ممكن يكون عايزين قوته يكونوا بيراقبوه. وأكتر الأشخاص اللي سونيك كان بيحبهم هو الضابط توم ومراته مادي اللي بتشتغل دكتورة. وكان سونيك دايما بيتسلل يراقبهم وهم بيتفرجوا على الأفلام، وكان بيتخيل إنه قاعد معاهم وبيضحك وبيهزر. وفي آخر اليوم بيروح لبيته في الغابة ويبدأ يلعب ببعض الأغراض بتاعته اللي جمعها من سكان المدينة. ومع إن سونيك إنه كان بيمتلك سرعة كبيرة جدا وقوة رهيبة، إلا إن حياته كلها كانت حزينة علشان كان قاعد لوحده وما عندهوش أي صديق. وفي يوم من الأيام خد السلحفة وبدأ يلعب معاها وبيجري بيها بسرعة لدرجة إن السلحفة جالها صدمة نفسية. بعدها سونيك راح يتفرج على مجموعة من الأطفال وهما بيلعبوا البيسبول. اللعبة دي عجبته جدا، استنى لحد ما كله مشي وراح ومعاه المضرب، وبدأ سونيك يلعب مع نفسه واستغل سرعته علشان يرمي الكورة ويروح يجيبها بنفسه، ويرمي الكورة ويروح يجيبها تاني بنفسه، أكنه يعني بيلعب مع حد علشان هو ملوش صحاب. ساعتها قعد يفكر وغضب غضب كبير جدا إنه هيفضل كده لحد إمتى من غير ما يكون ليه صاحب واحد بس أو يكون ليه أهل. فضل سونيك يجري حوالين الملعب لحد ما كون حقل مغناطيسي، ومن غير قصده خلى المدينة كلها الكهرباء تفصل فيها، وده اللي خلى الجيش يقعد علشان يعرف إيه السبب، واستنتجوا إنه بسبب حقل مغناطيسي كان قريب من المدينة. وبعت فريق علشان يبحث عن الأدلة. واحدة من الآلات لقت آثار أقدام سونيك، ولما لقى سونيك إن كل الآلات دي بتبحث عنه أخد شنطته والخواتم السحرية بتاعته وراح علشان يستخبى في بيت الضابط توم. وقرر سونيك إنه يهرب من عالم البشر ويروح لعالم تاني. ولما دخل للجراج سمع توم صوت غريب، فكر إنه حيوان بري وخد معاه مسدس التخدير علشان لو قرب منه يضربه على طول. ولما دخل الجراج اتفاجئ إنه واقف قدامه كان سونيك عاوز يستخدم واحدة من الخواتم علشان يهرب، لكن توم قدر يسيبه بمسدس التخدير. وبما إن توم كان لابس تيشيرت مكتوب عليه سان فرانسيسكو ومرسوم عليه صورة ناطحة السحاب اللي هي في المدينة، وده اللي خلى شنطة الخواتم تروح للمكان ده. أخد توم سونيك وحبسوه في قفص لأنه كان مفكر إنه حيوان بري. ولما صحي سونيك اتفاجئ توم بإنه بيتكلم. حكاله سونيك قصته وإنه كان بيراقبه هو وزوجته، وطلب سونيك من توم إنه يخبيه لأنه لسه ضعيف بسبب تأثير المخدر اللي ضربه بيه ومش قادر يجري. راح توم فعلا علشان يتكلم مع الدكتور إيجمان اللي كان عاوز يفتش البيت، لكن توم رفض وقال له إن مفيش حاجة هنا. بعت الدكتور إيجمان آلاته علشان تدخل تدور في بيت توم من غير ما حد يعرف. قدر سونيك يستخبى من الآلات، وقبل ما يمشي الدكتور إيجمان سمع صوت في بيت توم ودخل بالقوة واكتشف شعرة من شعر سونيك وقال لتوم بأنه بيكره الكدابين. وقبل ما يقضي عليه ظهر سونيك وأنقذه. ركب توم وسونيك العربية بسرعة وهربوا من الدكتور إيجمان. وصلوا بعدها لمحطة البنزين. نزل توم من العربية علشان يجيب أكل وطلب من سونيك إنه يقعد في العربية ويستخبى من الناس. ولما مشي توم شاف سونيك مجموعة من الناس وهما بيحتفلوا، وسونيك اتنكر واستخبى وسط الناس. ولما وصل توم لقى إن سونيك مش موجود في العربية، راح علشان يدور عليه في الحفلة ولقى إنه متنكر. بعدها بدأ توم وسونيك يتكلموا مع بعض
وعرف بان سونيك شخص وحيد وان حياته تعيسة. بدأوا يلعبوا مع بعض وقضوا مع بعض وقت ممتع. وقبل ما يمشوا اتخانق سونيك مع عصابة كانوا بيتنمروا عليه. واحد منهم ضرب توم واصطدم بشخص تاني، وبدأ كل الناس اللي في الحفلة يضربوا بعض. استخدم سونيك قوته الخارقة وقدر يغير ملابس الناس اللي كانوا واقفين، واخد توم وهربوا. وصلوا هما الاتنين لفندق، ولما شغل توم التلفزيون لقى انه مطلوب للعدالة وبقى شخص ارهابي ومطلوب من الشرطة. بسرعة سونيك قال له احنا لازم نلاقي الخواتم السحرية ويجيبوها من فوق ناطحة السحاب الموجودة في سان فرانسيسكو. تاني يوم ركب توم وسونيك العربية علشان يروحوا سان فرانسيسكو، وفي الطريق هجم عليهم الدكتور إيجمان تاني ورمى خطاف على العربية بتاعتهم. توم وسونيك حسوا ان هما في خطر، وبدأت قوته تشتغل ودمر عربية دكتور إيجمان، لكن إيجمان استخدم عربيته الاحتياطية. وفي الآخر لما عرف انه هربوا منه بعت لهم طيارة صغيرة علشان تتجسس عليهم. قامت بقطع سقف الطيارة بالليزر وكان فيها قنبلة، ولما عرف توم وقف السيارة في الغابة علشان يرمي القنبلة، لكن المشكلة انها لزقت في ايد سونيك، وفي الاخر قدر يتخلص منها لكنه اصيب في الانفجار وفقد الوعي. وما قدرش توم غير انه ياخد سونيك لمراته مادي. بس اخت مادي كانت موجودة وبتزورهم، واول ما شافت سونيك كانت عايزة تبلغ الشرطة بسرعة، لكنهم مسكوها وربطوها في الكرسي. اتعجبت مادي من شكل سونيك ومش عارفة ازاي تساعدهم، فجابت حاجة ريحتها قوية علشان تفوقه، وفعلا صحي سونيك وبدأ يجري بسرعة جدا. اخدت مادي توم وسألته هو ايه اللي بيحصل؟ انا مش فاهمة حاجة. حكى لها توم عن كل حاجة، ولما كانوا بيتكلموا بنت اخت مادي شافت سونيك وان حذائه اتخرم، فادت له الحذاء بتاعها. فرح سونيك جدا. بعد كده راح توم ومراته مع سونيك لسان فرانسيسكو علشان يجيبوا الخواتم. في نفس الوقت كان دكتور إيجمان بيحلل شعرة سونيك اللي لقاها في بيت توم، وقدر يستخدم قوتها ويدمجها مع آلة من آلاته علشان تبقى سريعة زي سرعة سونيك. وصل التلاتة للمبنى اللي فيه الخواتم، وخبى توم سونيك في الشنطة وورى موظفة الاستقبال بطاقة الشرطة بتاعته، وخد منها مفتاح سطح المبنى بالفعل. وصلوا هما التلاتة لسطح المبنى ولقوا شنطة الخواتم وخدوها. ودع سونيك توم ومادي، وقبل ما يسافر لمكان تاني لقوا ناس كبيرة بيطاردوه، وظهر دكتور إيجمان فجأة وأطلق آلاته عليهم. استخدم سونيك سرعته الخارقة علشان يدمرهم، لكن الدكتور إيجمان فعلا سلاحه السري هو شعرة سونيك، وده خلى الآلة بتاعته سريعة جدا. بدأ يطارد سونيك في الشوارع في سان فرانسيسكو، وفتح سونيك بوابة لباريس علشان يهربوا منها من الدكتور إيجمان، لكن بدون فايدة. وفتح بعدها بوابة الأهرامات اللي موجودة في مصر، وبدأ في تضليل الدكتور إيجمان باستخدام رمل الصحراء، لكن إيجمان فضل وراه لحد ما رجعوا مرة تانية لمدينة جرين هيلز. وقبل ما يقضي عليه اتسلل توم وراه وضربه، لكن دكتور إيجمان قدر يتغلب عليه ورماه على الأرض. شاف إيجمان إن سكان المدينة وقفوا جنب توم، ولما إيجمان سأل توم ليه لحد دلوقتي انت بتدافع عن سونيك، فقال له انه بيعتبره صديقه وانه ما بيسيبش اصدقائه لوحدهم. ولما سمع سونيك الكلام ده فاق من الغيبوبة وقال لإيجمان انه عاش حياته كلها بيهرب، لكن جه الوقت علشان يقف ويدافع عن اصدقائه. بعدها فتح سونيك بوابة لمكان مهجور باستخدام خاتم من الخواتم اللي معاه، واستخدم قوته ورمى إيجمان ناحية البوابة، وقال توم لسكان المدينة انهم ما يقولوش لحد ان سونيك موجود. تاني يوم جه مسؤول كبير من الجيش لبيت توم وقال له ان كل التهم اللي كانت عليك اتمسحت بالكامل، وانه ممكن يرجع لعمله مرة تانية، واعتذر له عن الضرر اللي عمله. ولما كان سونيك خارج من بيت توم علشان يرجع لبيته في الغابة قال له توم انه يقدر يعيش معاه في بيته. فرح سونيك جدا لما شاف غرفته الجديدة، وفرح كمان لانه اخيرا لقى عيلته اللي هيعيش معاهم، وانه خلاص مش هيبقى وحيد مرة تانية.